هكلمكم عن الرؤية اللي كنت شفتها. انا كنت اتفقت مع اصحابي انه يعني كل يوم كده نستعمل كام اسم من اسامي ربنا مع بعض، يعملوا لنا الحاجة زي ما ربنا قال في القرآن. يعني مثلا الغفور الرحيم تعمل حاجة معينة. آه الودود، الرحمن الودود تعمل حاجة معينة. يعني لو تدبرنا كده الاسامي اللي جت مع آية معينة هنعرف كويس قوي ايه ده اسرع حاجة لاستجابة الدعاء. فقلنا هنقضي اليوم كله نقول الاسامي دي في نفس الوقت مع بعض، كتير 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 طول اليوم. ففي يوم اتفقنا نقول الوهاب، الرزاق، الفتاح، الباسط. فانا ملحقتش اقولهم غير مرة، فكنت زعلانة جدا يعني. فبالليل شفت رؤية انه انا كان عندي حاجة، فلوس صغيرة قوي، تشتري لي ربع رغيف ناشف لونه اسود محروق كده. هو ده دوبك الفلوس اللي معايا تجيب الحاجة دي. فحصلت كده حاجة في البشرية في الكون اتغير. فالفلوس اللي معايا دي جابت لي رغيف كامل، مش ربع رغيف، رغيف كامل منور ابيض وكمان طري مش ناشف. فكنت يعني ياه، الفلوس الصغيرة دي عرفت تجيب لي كل ده انا كان اقصى حلمي ربع رغيف ناشف اسود. فقلت ليه يا رب، يعني ده انا ما عملت ايه؟ فحاجة كده اللي هو من عند ربنا الهمتني ايه، انتي قلتي اسامي ربنا مرة واحدة بس من القلب تكفي احسن من مليون مرة باللسان. ده اللي انا فهمته من الرؤية. عشان كده لما كنت مرة بستعمل اسم الله الغفور الغفار الغافر، وانا لسه بقول يا ربي يعني انا هقولهم عشان ربنا يرسل السماء عليا مدرارة. يا غفور لسه بقول كده، لقيت السماء بتمطر واحنا كنا في الصيف اللي هي لو تفتكروا من كام يوم كان الجو حر جدا، شهر ابريل تقريبا او حاجة كده. كان الجو حر جدا ومطرت في واحنا يعني اللي هو مش في وقت مطر مش في وقت اي حاجة. اللي هو يا نهار ابيض، هي مرة من القلب ممكن فعلا يعني تمطر يعني انا اتخضيت والله العظيم اتخضيت. طبعا تاني يوم استعملت اسم الله القريب من كل قلبي ودعيت بقى. ف الواحد بس يعني يفتح مخه مع ربنا هيجيب له معجزات بجد. مش بامكانياته، بامكانيات ربنا، مش عشان هو كويس، عشان كرم ربنا، مش عشان انا استاهل، لا، بغير حساب عشان ربنا اسمه كريم. يدي للي بيحبه واللي ما يحبوش، يدي اللي يستاهل وما يستاهلش. ما بيبصش هو اداله ايه ولا لمين ولا قد ايه، لانه الكريم. يعني انا العبد الفقير اللي كل ذنوب اقول يا غفور يا غفار يا غافر، ما لحقتش، قلت واحده بس. ممكن تمطر كده من كرمك يا رب. يعني انا تعبت عشان اعرف اسامي ربنا الحقيقيين، وكلمتكم عليها. لو عايزينها برضو اكتبولي في التعليقات اذا عايزين اكمل اسماء الله الحسنى. لان في اسامي هذا ما الفينا عليه اباءنا، هو ده اللي اتعودنا لقينا عيلتنا بيقولوهم من زمان بيقولوهم، وهم اصلا ما انزل الله بهم من سلطان. لما الواحد بيتعب وبيدور ربنا بيكرمه جامد قوي. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انا فعلا قعدت شهرين ادور على اسامي ربنا الحقيقيين، و... لان من احصاها دخل الجنة. جنة الدنيا وجنة الاخرة، مش جنة الاخرة بس، في الدنيا جنة زي ما ابن تيمية بيقول. في يوم زي اللي احنا فيه يوم عرفة، اللي هو خير حاجة ممكن نعملها دعاء عرفة، نستعمل فيه اسامي ربنا اللي قالها. نستعمل اسم القريب المجيب، الغفور الغفار الغافر. احنا محتاجين نمسح ذنوبنا عشان قلبنا يبيض وحياتنا تبيض. محتاجين يا حي يا قيوم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. محتاجين نشوف ان ربنا الكريم، مش احنا نستاهل ولا ما نستاهلش.
محتاجين نحس باسم الله القريب، قريب قوي قوي. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان احنا بس ندعي، هو قريب قوي. نركز في الأسامي اللي بنقولها ونتأكد ان هي مذكورة يا في قرآن يا في سنة، وندعي من كل قلبنا ونستغفر ربنا، وربنا هيستجيب جدا لانه الكريم. ما استعملش كلمة عوضني، ما استعملش حاجات انا ما استاهلهاش. لو فينا حد مظلوم وعنده دعوة مظلوم مستجابة، ربنا وعد، ما استعملهاش في ان ربنا ينتقم من اللي ظلمني، ابقى ذكية واستعملها لمصلحتي. ما فيش حد هيؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اشوف كل الناس اخواتي، احب لهم اللي احبه لنفسي. فاعفوا واصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم. انضف قلبي واصفي نيتي من كل اللي حواليا، ربنا هيكرمني جامد قوي، هيلهمني احسن حاجات، ويا القلب نضيف كده يقوم طالع لفوق على طول. الدعاء على فوق، والله حتى الذي يجيب المضطر اذا دعاه. لو انا مضطرة، وحتى لو الواحد ده مشرك ربنا بيستجيب له، هو قال كده في القرآن وفي السنة. الواحد بس يقول يا رب من قلبه، هتطلع فوق بصاروخ.